بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنقول النهارده الأهلي لعب وصن داونز يصعد للمباراة النهائية. الأهلي ما لعبش غير الشوط الأولاني بس. الأهلي ما كانش موجود في الشوط التاني خالص. نقول التشكيل: محمد الشناوي ومعلول وعبد المنعم وربيعة وأكرم توفيق وإمام عاشور ومروان عطية وديانج وحسين الشحات وكهربا وبيرسي تاني. غير بقى، بدل طلع ديانج ونزل قفشه، وطلع حسين الشحات ونزل رضا سليم، وطلع كهربا ونزل موديست، وبعدين طلع في الاخر كده اخر كام دقيقه كده هو طلع مروان عطيه ونزل صلاح محسن. الماتش هناك ما كانش مستحمل اي حاجه. الماتش هناك احنا اديناهم ماتش، احنا اتغلبنا من الماتش هناك. يعني احنا كنا مدينهم الماتش كله هناك. انا رحت بلعب دفاع ليه معرفش، انا هاجمت الخمس دقايق الاولانيين والعشر دقايق الاخرانيين، انما انا ما عملتش اي حاجه. الشوط النهارده الشوط الثاني احنا لعبنا والحظ عاندنا، ما وقفش معانا. وعلي معلول ضيع ضربة الجزاء، يعني عادة علي معلول، يعني ضربة الجزاء ما بنكون عاوزينها بنضيعها، يعني مش مشكلة بقى، يعني هو قدر الله وما شاء فعل. احنا مش عاوزين نقطع في الفريق، الفريق قضى ماتش، بس واضح ان النهارده المدرب ما عرفش يدير الماتش. اللعيبة نزلت عملت مجهود، كل المجهود في الشوط الاولاني، والشوط الثاني انا متهيألي اللياقه البدنيه قلت. دي علامه استفهام. مفروض ومفروض بقى المدرب نقف ونتكلم معاه ونحاسبه ونشوف الدنيا فيه ايه. ما يبقاش انا الفريق بالمنظر ده واغير في الدقيقه 60 والدقيقه 70. ما ينفعش. انا لما الاقي عندي نازل ولاعب مش في مستواه النهارده انا اطلعه لو بعد نص ساعة، لأني أنا منزله يعمل لي شغل معين، ما عملش يبقى يطلع. أنزل واحد تاني بداله فايق، يمكن فايق ويمكن يديني في الماتش. إنما أنا أغير في الدقيقة 65 والدقيقة 70، حرام كده، أنا بضيع الماتش. الوقت ما بيخلينيش إن أنا ألحق أعمل أي حاجة. كرة ضاعت من اللاعب ده وكرة ضاعت من اللاعب دوت. بعدين نيجي نتكلم في موديست. هو نزل موديست ليه؟ هو كهربا وحش؟ ده كهربا لو بيجري بيلعب برجل واحده احسن من موديست. يا عم انت اللي جبته، احنا عارفين انت اللي جبته، بس مش عارفين، مش عشان انت اللي جبته تشربه لنا. وحش، انت ارفع له لياقته البدنيه بره وبعدين لعبه، انما ترفع له لياقته البدنيه جوه الماتش يخسرني؟ لا، ما ينفعش. لازم احاسبك انت كمدرب، ولازم يبقى ليا واقفه معاك كمدرب. وبعدين احمد عبد القادر انت نزلته ليه؟ انا ما بقولش حاجه في احمد عبد القادر، مش انه لاعب كذا ولا لا احمد عبد القادر لاعب كويس، بس نزلته ليه؟ انت راكنه جنبك عشان مستواه وحش، لياقته البدنيه مش كويسه، مش مستعد فنيا. ما انت لعبت طاهر محمد طاهر في الماتشين، في الماتش اللي فات 10 دقايق كان كويس، كانت حالته حلوه. واللي يقول كده يبقى ما بيشوفش، ما بيفهمش يعني ايه كوره. طاهر كان المفروض ينزل بدل عبد القادر النهارده. وصلاح محسن انت نزلته ليه؟ صلاح محسن ما احنا بنلعب بناقصين واحد، تلعب لنا تاني بناقصين 2؟ ما عملش حاجه صلاح محسن، وخد انذار وداخل. بس صلاح محسن لاعب من اللعيبه اللي هم بيلعبوا بغل، بس بغل على اللعيبه مش بغل على الكوره. داخل على الواد هيضربه انت، ايوه انت تستاهل انذار. الله، ما ينفعش كده. لازم في محاسبه، لازم في محاسبه للمدرب، ولازم في لعيبه انا مش محتاجها. انا جبتها ليه؟ انا موديست دوت انا مش محتاجه.
جبته ليه؟ انا جبته لياقته البدنيه، اللياقه البدنيه بتاعت لاعب اقصاها قوي، يوم ما نقول ده لاعب مش عارف ايه هياخد له 20 يوم 30 يوم يا عم، بلاش 20 يوم ويبقى لاعب فت. ده لاعب تقيل كمان لازم يخس، ما بيخسش، ده مش قادر يجري. هو في باكورد يتلعب برجل واحده؟ الواحد بيطير ويلعب الباكورد بالاثنين مش برجل واحده. يا جدعان مش هينفع كده. موديستي دوت لازم يمشي في يناير اللي جاي. احنا كده عقدنا ننتهي معاه، نخلص كده العقد بالتراضي ويمشي في يناير اللي جاي. والمدرب لازم نقف معاه ولازم نحاسبه ونقول له كده اصلي وكده فصل. ما ينفعش. الناس كانت بتحاسب الشناوي ان الغلط الجون منه الجون منه، الجون مش منه. هي الكرة خلصت ودخلت جون، انتهى. ما الشناوي احسن حارس مرمى في السنه اللي فاتت، هموته السنه دي عشان دخل فيه جون؟ انا هلاعبه على الماتش ولا على جون ولا على الموسم كله؟ وبعدين دي بطوله وراحت، هي تاني بطوله في الموسم تتحسب كده، بس راحت خلاص. عندنا لسه في بطولات جايه، انت عندك لسه 5 بطولات جايه السنه دي تاني. نجتهد ونشوف ايه العيبنا ايه العيب اللي احنا عملناه ان احنا نخسر كده، عشان ما نخسرش بطوله تانيه. عندنا دوري وعندنا 2 كاس وعندنا رابطه وعندنا بطوله افريقيا وعندنا سوبر تاني ان شاء الله اما نفوز ببطوله افريقيا. وكده متسيبي حقق اللي هو عاوزه، ان هو خرج الاهلي من بطوله افريقيا. اما نشوف ان شاء الله الوداد مش هيسيب لكم الماتش، مش هيسيب لكم اصلا البطوله. الوداد هيموت نفسه وهيروح هناك يموت نفسه هناك وهيغلبكم في ارضكم. يعني بنقول احنا حكينا عن الماتش، ما حكيناش عنه كتير، ما قلناش عنه تفاصيل صغيره، بس انا قلت في المجموع. يعني انا مش عاوز الناس تهجم على النادي الاهلي، مش عاوز الناس تهجم على اللعيبه. في لعيبه اثرت بس اللي ياثر اكتر واللي انا لازم احاسبه هو المدرب. ونقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.